بص يا معلم، هي القصه كلها بدات بالاتنين دول، سون يون او ملك النصر وتشا تاي شيونج. راحوا لواحده من العشائر الارثوذكسيه عشان يسترجعوا كنز خاص بيهم، ودمروا العشيره دي تدمير كامل، وخدوا منها طفلين كأسرى. اول طفل ده ملناش دعوه بيه نهائيا، احنا المهم عندنا هو الطفل ده. خدوهم ودخلوهم في اختبارات عشان يبقوا جنود تحت ظل كيان كبير وضخم وقوي جدا. الكيان ده اسمه مجمع السماء والارض، ومن اللحظه دي بقى اللي جاي هيبقى سواد على الجميع. شبابنا، عودة للمانجا العويسي تاني. اخباركم ايه؟ غايب عنكم بقالي شهر تقريبا. انا هتلاقوني هادي ومهبط شوية الفيديو ده عشان انا مصور قبله 3 فيديوهات وده الرابع. فيديوهين للقناة الاصلية وفيديوهين هنا في مانجا عويسي. انا بقالي تقريبا بتاع 5 ساعات قاعد نفس القعدة دي لغاية ما بقت قد كده حرفيا. قلت لكم في فيديو نهاية المهندس الافضل ان عايز اعمل فيديو عن تاريخ الطائفة الشيطانية، وانتوا حمستوني جدا الصراحة. كان في كومنتات كتير بتقول لي اعمله. اهدي الكومنتات ولا بلاش، مش تقول لي الكومنتات اف اي شو اعمل لي مقدار قوة. انا بقيت اكره قناه اف اي شو دي، هي فخر انتاجي، هي قناه مانجا عويسي. لما تقول لي اف اي شو. المهم، تاريخ الطائفه الشيطانيه اقدم بكتير جدا من هو نانو ماشين. تاريخها يعتبر بيبدا من هو ابسولوت سورد سينس. وكالعاده التنويه المعتاد، انا في الفيديو ده بتكلم بحريه حرق، فلو بتضايق من الحرق ومش حابب يتحرق لك الاحداث اللي انا هحكي فيها فاخرج من الفيديو احسن لك. والحرق المره دي هيبقى مش منهوه واحده بس، لا ده هيبقى 3 منهوات: نانو ماشين وميست مايت مايهم وابسولوت سورد سينس. تمام يا معلم، اديني نوهت اهو قبل ما احكي اي حاجه في الفيديو. اللي موجودين دلوقتي الحرق بالنسبه لهم عادي، الباقيين خرجوا. تمام يا معلم، عايزك تركز معايا بقى وتفتح لي مخك وتطرطق لي ودانك وتغسل لي اسنانك وتعمل اي حاجه تخليك تركز، عشان الفيديو ده فيه شويه حاجات هتفجر مخك كده حرفيا. انا نفسي ما كنتش اعرفها ولا خدت بالي نهائيا غير لما بدات بحث وتدوير وكتابه في الفيديو ده، فعايزك تركز كويس جدا. ويلا بينا نبدا. بص يا معلم، تاريخ الطائفه الشيطانيه بيبدا من فصيل او منظمه او جماعه ايا كان يعني المسمى، كان اسمها قوات الدفاع عن النفس المزدوجه، واللي كانت واحده من اقوى 3 فصائل في عالم المورم، هم والطوائف الصالحه او الطوائف الارثوذكسيه. كنت شرحتها في فيديو دليلك الشامل لعالم المورم، انصحكم جدا تشوفوه، واحد من اكتر الفيديوهات اللي انا بحبها. والفصيل الثالث كانت طائفه الدم. المهم الطائفه دي كانت طائفه قويه جدا وليها قصه كبيره وضخمه تم شرحها عموما في ابسولوت سورد سينس. المهم بالنسبه لنا دلوقتي هي احداث ما بعد المنهوه دي، حادثه اسمها الجريت ديزاستر، الكارثه الكبرى. بعد ما الحاج جين وون هواي كبر وبقى في اخر ايامه، قرر انه يمشي هو وزوجاته لمكان اسمه دو هاوسيون، مكان تقدر تقول عليه كده الازهر بارك بتاع عالم المورم. المهم يعني هو قبل ما يمشي كان بدا يجيله تنبؤات ضبابيه عن المستقبل، وبعد ما مشي ابتدت الرؤيه دي توضح ليه شويه بشويه. من التنبؤات الضبابيه دي في كارثه خطيره جدا هتحصل، وبدا زي ما تقول كده يبعت مساعدات للناس في عالم البشر كاحتياط ومساعده لوقت الكارثه دي. والتنبؤات دي كانت هي الكارثه الكبرى. ايه هي الكارثه الكبرى دي؟ بص يا معلم، بعد ما الحاج ده اتكل وراح حديقه الازهر ومات عدد كبير جدا من اقوى فنانين القتال في عصره بسبب الشيخوخه، يجي شخص اسمه موججان. بالمناسبه معظم الاحداث اللي انا بقولها دي هي يا من الفاندوم يا من الروايات، فمش هتلاقوا صور كتير قوي ليها، فهعوضها بالكتابه في الوايت بورد بتاعتنا. المهم موججان ده هو كيان قديم جدا، بيتقال انه كان عايش من ايام يو مومو اللي هو بطل انفينسيبل مومو، واحده في التايم لاين برضو بتاع نانو ماشين. بيتقال كمان انه اقدم من يو مومو نفسه، كيان عمره الاف السنين، كان عايش طول حياته في سريه تامه وبيزود قوته وبيزيد قوه يوم بعد يوم، وده عن طريق سرقه قوه الفنانين القتاليين التانيين او سرقه اجسادهم نفسها. وشاف يو مومو وهو بيهزم ملك القوى العظمى، وموججان كان بيعتقد ان اليوكاي الستة العظماء دي كائنات لا تقهر، فازاي انسان طبيعي يقدر يهزمهم؟ بغض النظر يعني عن ان يو مومو ما كانش انسان طبيعي، ده كان جليتش ماشي على الارض حرفيا، شخص بيحتوي قوه السماء والارض والقمر والشمس، كل دول في شخص واحد، فده مش بشري طبيعي. المهم يعني، وبعدها حضر جين وون هواي وهو بيهزم بايك موجا التنين الشيطاني، واحد من الكيانات اللي هو نفسه كان شايف انه ما يقدرش يهزمهم. وجين وون هواي بقى كان بشري طبيعي عكس يو مومو، فهنا حقده ناحيه البشر وناحيه اي شخص قوي عموما هيحدد حلمه
في السيطرة على العالم بقى كبير جدا. والكارثة الكبرى دي هي أول حادثة ينفذها موج جان، والهدف بتاعها واضح: القضاء على أي فرد هيشكل تهديد ليه والحكم للعالم. طيب ما هي الكارثة الكبرى وإيه اللي هو عمله؟ بص يا معلم، موج جان سيطر على عدد كبير جدا من الوحوش الشيطانية وكمان الوحوش الروحية اللي هي وحوش منعزلة أصلا ونادرا جدا ما بتختلط مع البشر. الوحوش دي دخلهم في حالة هياج وعنف وبدأوا هجوم على البشر، وهي دي الكارثة الكبرى. الكارثة اللي بسببها مات 80% من كل فنانين القتال في العالم. طيب الكارثة دي انتهت ازاي؟ تدخل واحد من سلالة يو مومو ودخل في المعركة معاه، ومع المساعدات والخطط اللي ارسلها جين وون هواي، كل دول ادوا في النهاية لانسحاب موج جان، وخصوصا بعد ما حصل له عدم استقرار لطاقته الداخلية. بس خطة جين وون هواي ما كانتش الفوز في المعركة دي ولا القضاء على موج جان، لا خالص. الخطة كانت اكتساب بعض من الوقت لحد ظهور مين يا معلم؟ الشيطان السماوي اللي هيبقى مصير العالم كله في ايده. وفي حد كمان تدخل في الحرب دي، مش هقولك عليه دلوقتي، انا هسيبهولك في اخر الفيديو عشان تعرف كمية انفجارات الدماغ اللي انا قابلتها طول الفيديو ده لغاية النهاية. المهم زي ما قلت لك، الحرب دي قضت على 80% من فنانين القتال، واكيد طبعا قوات الدفاع عن النفس المزدوجة كانت واحدة من اللي اتدمرت في الكارثة دي. هي فعليا كانت اكتر فصيل عانى من التدمير من بين كل الفصائل، نجا منهم عدد قليل جدا وحاولوا يعيدوا بناء تراثهم تاني، تراث قوات الدفاع عن النفس المزدوجة. ومن بين كل اللي نجوا كان في 3 أشقاء بالتبني. ال3 أشقاء دول كان معاهم إرث عائلة جين اللي اصلهم جين وون هواي. لا الراجل ده فنان قتالي بس نينجا، تخطيطه ابن الذين. عايزك تربط بدايه من النقطه دي والنقطه اللي قلت لك عليها من شويه، من انه بيكسب وقت لحد وصول الشيطان السماوي، والنقط اللي جايه. المهم مع مرور الوقت بدات اخوه الاخوات ال3 دول في الزياده، وبدا كل واحد فيهم انه ينشئ العشيره القتاليه الخاصه بيه، واللي كانوا عشيره السماء وعشيره الارض وعشيره القمر. في البدايه كانوا اخوات وحبايب، ما تجيش عليا وما تجيش عليك، بس ده طبعا مش هيستمر كتير. كل واحد فيهم كان عايز لقب الوريث الشرعي لقوات الدفاع عن النفس المزدوجة، وده اللي ادى لمجموعة من المنافسات بينهم استمرت لحد ما في النهاية وصلوا الهدنة واندمجوا مع بعض وشكلوا قوة جديدة بقت معروفة في الصهول الوسطى باسم جمعية السماء والأرض والقمر. قد تعتقد ان من هنا بتبدأ منهوى ميست مايت مايهم، بس يؤسفنا اقول لك لا، اللي انا بكلمك فيه ده قبل مئات السنين من المنهوى. المهم يعني بعد تأسيس الجمعية دي بدأت عشيرة القمر تصعد بقوة داخل المجمع وتبقى هي القوة المهيمنة، وخصوصا بعد ما قدروا يوصلوا لدليل سري مشفر عن التقنية النهائية لجين وون هواي. وطبعا الصعود الكبير جدا لعشيرة القمر ما كانش مقبول بالنسبة للعشائر التانية اللي قرروا انهم يخونوا عشيرة القمر ويدبروا مؤامرة عليهم ويبيدوهم بالكامل. والشخص اللي كان ورا المؤامرة دي هو بي يونج هيون، وعايزك تركز لي كويس جدا مع الشخص ده. المهم مع الإبادة دي تقنية جين وون هواي اختفت هي كمان، ومن بعد الحادثة دي اتغير اسم مجمع السماء والأرض والقمر إلى مجمع السماء والأرض بس. وعلى الرغم من ان من قديم الأزل والمبدأ اللي بيحكم في قوات الدفاع عن النفس المزدوجة ومن بعدها جمعية السماء والأرض والقمر هو مبدأ القوة بس، انما كلهم كانوا ماشيين في اتجاه العدل نوعا ما، انما مجمع السماء والارض ابتدى ياخد طريق الشر. المهم في معلومة مهمة جدا محتاج اقولها لك هنا دلوقتي واربطها لك بتخطيط جين وون هواي. واحدة من اهم واقوى اعضاء عشيرة القمر هي ريو سو وول، اللي هي مين يا معلم؟ ايوه حنكة وتخطيط وذكاء ابن لذينه بقول لك. المهم يا معلم من هنا ظهر مجمع السماء والارض. هنعمل تايم سكيب ونوصل لحد ميست مايت مايهم، الحدث اللي قلت لك عليه في الانترو بتاعت الفيديو. راحوا وخدوا موج جيونج وون كرهينة. مين هو موج جيونج وون لو انت ما تعرفش؟ ده يا معلم هو بطل منهوى ميست مايت مايهم او الشيطان السماوي او تشونما مؤسس الطائفة الشيطانية او لاريشا. حاسس ان انا بحرق زيادة عن اللزوم. بص كنسل لاريشا دي دلوقتي، خلينا في موج جيونج وون او تشونما. دخل مجمع السماء والارض، وكان رئيس مجمع السماء والارض وقتها هو بي جونج سيون. وقد تعتقد انه راجل شرير من منظره كده ومن الطريقة اللي ماشي بيها مجمع السماء والارض، بس خليني اقول لك انه راجل طيب، والله راجل طيب. المهم دلوقتي خلينا
خلينا نرجع لموك جيونغ وون. شونما دخل مجمع السماء والارض وخاض الاختبارات وطلع المركز الاول فيها، وانضم بعد كده للجناح بتاع المخصيين، وبدا يفرض سيطرته شويه بشويه ويكتر من الناس اللي تحت ظله او التابعين ليه. ولكن جمعيه السماء والارض كان مقدر ليها التدمير من بدايه تاسيسها. هتقول لي ليه؟ بص يا معلم، هنسيب الشيطان السماوي دلوقتي خالص ونرجع تاني للشخص اللي كلمتك عنه في البدايه، بي يونج هيون. فاكر لما قلت لك ركزني مع الشخص ده شويه؟ الشخص ده يا معلم كان بيضك في ايد موكجان. موكجان اللي هو صاحب الكارثه الكبرى. الشخص ده كان بيضك تحت ايده، وطول تاريخ جمعيه السماء والارض بي يونج هيون كان شغال في الخفاء وبيفرض سيطره مباشره او غير مباشره على الجمعيه، حتى في عهد نسله او المتتابعين ليه اللي هو الراجل المحترم ده بي جونج سيون. كان متخفي وبيزرع اتباع ليه جوه الجمعيه، وكان مجهز اوريدي انه يسيطر عليها في اي وقت. اي نعم، كان ظاهر للعلن ان الجمعيه ليها استقلاليه وان الراجل الطيب ده هو القائد، بس في الحقيقه المجمع كان فيه خلايا نايمه كتير جدا، بدايه من الجنود الصغيرين لحد القاده والشيوخ. بي يونج هيون ما كانش شايف الجمعيه كعيله، لا، كان شايفهم مجرد تضحيات واجسام هيستخدمها في تنفيذ خططه. وواحد من الخطط دي كان جسم الراجل المحترم بي جونج سيون القائد الحالي للطائفه. كان شايف موهبته الكبيره جدا وكان سايبه يكبر ويبقى اقوى عشان يستولى على جسمه في النهايه. الراجل المحترم ده بقى كان عارف الخطه دي كلها، وكان بيشتغل في السر عشان يبوظ مخططات سلفه وموكجان، ويحاول يعيد السيطره على الجمعيه ويعرف مين هم الخونه او الخلايا النايمه اللي موجودين جوه. عشان كده كان بيدعي المرض عشان يبعد عينيهم عنه، يخليهم يعني يشوفوه كمضيف معيوب. نستنى عليه شويه لحد ما يخف وبعدها نسيطر على جسمه. المهم يعني الراجل المحترم ده كان من مجمع السماء، وكان ندمان ومتضايق جدا على اللي عملوه سلفه في مجمع القمر، وكان بيحاول بشتى الطرق انه يكفر عن الذنب اللي عملوه اسلافه. المهم هنعدي شويه احداث وفتره زمنيه قصيره جدا مقارنه بالاف ومئات السنين اللي احنا عمالين نعديهم دول، ونروح للشيطان السماوي اللي بيكتشف انه كيان قديم وقوي جدا اسمه لاريشا. وعلى الناحيه الثانيه كان زعيم الطائفه علشان يكشف الخونه عمل خطه، قرر انه يجمع كل اعضاء الجمعيه واعلن عن منافسه اختيار القائد الجديد. كلهم يبقوا متواجدين ويراقب بقى مين الخونه ومين اللي تبعنا، وكمان كان بيراقب موك جيون وون نفسه. بس اللي زعيم الطائفه ما كانش عامل حسابه نهائيا هو ان موك جيون وون الشيطان السماوي اعلن نفسه كمتمرد وسائر، كمان اعلن عن هويته الجديده الشيطان السماوي، وكشف عن قوته اللي كانت مختومه. وبدات حرب اهليه في مجمع السماء والارض، انتهت بهزيمه زعيم الطائفه الحالي وقطع دراعه واصابته باصابات بليغه. بس تشونما ساب الهجوم الاخير اللي هيقضي عليه لريو سول وول الروح الزرقاء كانتقام ليها من مجمع السماء والارض، مع ان الراجل ده مش هو السبب اصلا، بس يلا انت مش تبعهم هننتقم منك. المهم دي ما كانتش النهايه، لا، كان في معركة تانية برضه ضد شخص في الخفاء خالص بيخطط ويدبر علشان يسيطر على العالم، واللي هو موكجان اللي سيطر على جسم بي يونج هيون. بس قبل ما اكلمك عن المعركة دي في حدث محتاجين نروح له. الحدث ده الصراحة ما اعرفش وجوده فين في التايم لاين، ما اعرفش وجوده فين في الاحداث اللي بتحصل دي كلها، بس لازم نربطه ربطة مهمة جدا مع جين وون هواي بطل ابسولوت سورد سينس اللي اتكلمنا عنه. في مصفوفة كانت مختومة فيها روح تشول سوريون اللي اتمنعت من دخول حديقة الازهر مع جين وون هواي. المهم كان سايب لها قطعتين اثريتين، لما تقابل الشيطان السماوي تديله قطعه اثريه منهم والقطعه الثانيه لواحده من نسله، والقطعه دي عشان تساعده في معركته ضد موكجان. وفعلا قابلته واديته القطعه. الحادثه دي تحديدا انا مش عارف وجودها في التايم لاين فين بالظبط، اذا كانت قبل المعركه ولا بعدها، وخصوصا يعني ان في معركتين للشيطان السماوي مع موكجان. المعركه الاولى انتهت بهزيمه موكجان، والمعركه الثانيه حاول فيها يسيطر على جسم كيان قوي وقديم جدا اسمه تاليشا. مين هو تاليشا ده يا معلم؟ تاليشا هو اللي عمل موكجان اصلا، وده بعد ما عرف ان لاريشا نزل للارض ودخل جوه جسم موكجون وون اللي هو اللورد تشونما. المهم محاوله موكجان في السيطره على تاليشا فشلت، وتاليشا هو اللي سيطر عليه، وبدات المعركه بين لاريشا وتاليشا اللي انتهت بفوز اكيد يعني لاريشا. المهم يعني حدث المصفوفه ده هو بيربط مع كل الاحداث اللي احنا قلناها اللي كان بيساعد فيها في الخفاء جين وون هواي. المهم يا معلم هنا فعليا انتهى كل شيء مرتبط
مرتبط بمجمع السماء والارض، وبدأ تشون ما يجمع حواليه الموالين ليه واتباعه والعشائر، وكمان اعاد بناء عشيرة القمر من اول وجديد، واعلن نفسه القائد الاول ليها. صح، في معلومة مهمة انا تعمدت ما اقولهاش ليك في اول الفيديو واقولها لك هنا عشان تساعدك تربط كل الاحداث دي كلها مع بعض. مجمع السماء والارض اللي كان من بقايا قوات الدفاع عن النفس المزدوجة اتبنى، ومكان تواجده هي منطقة اسمها جبال ال10,000. وبعد تدمير مجمع السماء والارض ومن انقاضه ظهرت الطائفة الشيطانية اللي معروفة انها موجودة في منطقة جبال ال10,000. ومن هنا يا معلم بقى في شيء اسمه الطائفة الشيطانية في عالم المورم، بداية مع تشون من اول موك جيونغ وون لاريشا اللي كان الزعيم الاول والمؤسس، وصولا لتشون مو هواي الزعيم السابع، وتشون مو هوا اول سيدة تبقى زعيمة للطائفة الشيطانية واللي كانت الزعيمة الثامنة، وصولا لتشيون ان كيونغ الزعيم ال19 للطائفة، واللي في زمنه كانت فيه مون ران يونغ وهو اللي امرها بحماية كور الكيليان. والكلام ده كان قبل 200 سنة من احداث نانو ماشين، لحد ما نوصل لتشيون انجي الزعيم ال22 للطائفة وجد شيون يون وون بطل نانو ماشين، مرورا بالحاج ابو تشيون يو وون اللي هو تشيو يو جون، لحد بطل نانو ماشين الزعيم ال24 للطائفة وصاحب لقب تشون ما الثاني بعد تشون ما الاول طبعا، واخيرا تشيون وانكو الزعيم ال25 للطائفة، واللي اكيد طبعا ابن بطل نانو ماشين. وبس يا معلم، هو ده تاريخ الطائفة الشيطانية من البداية لحد احداث نانو ماشين اللي مكملة معانا وبنشوف فيها احداث الطائفة الشيطانية لحد ما يظهر لنا قدام رواية Descent of the Demon God اللي بتحكي الاحداث المستقبلية بعد نانو ماشين. ولو هنتكلم عن الطائفة الشيطانية فتاريخ الطائفة الشيطانية كبير جدا ومتشعب كمان، وبيتم البناء والتجهيز ليه بعدد كبير من الاحداث في 3 منهوات، وكل المنهوات دي احداثهم في نفس العالم بس في ازمان مختلفة. مجموعة من الاحداث ادت في النهاية لظهور الكيان المسمى بالطائفة الشيطانية بقيادة تشون ما الاول، ومن الخفاء كان بارشاد وتخطيط ومساعدة من جين وون هواي بطل ابسولوت سورد سينس. فاكر بقى المعلومة اللي انا قلت لك في حد تاني دخل ساعد تحالف المورم او عالم المورم ضد موكجان؟ دي واحدة من المعلومات اللي فجرت لي دماغي حرفيا. اله النصل، العدو الرئيسي في نانو ماشين ومؤسس منظمة النصل السادس او النصل الستة. الشخصية دي كان موجود في ميست مايت مايهم، وكمان اتدخل في الكارثة الكبرى وساعد فنانين القتال. انت كل ما تتعمق في سلاسل نانو ماشين هتلاقي كم حاجات واحداث عمرك ما تتوقعها. المهم هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. دي مش نهاية الافكار والشكل المختلف والكونتنت المختلف جدا عن المنهوى اللي احنا بنقدمه هنا، لا خالص، في افكار كتير جدا واشكال مختلفة من الكونتنت حابب ان اتكلم معاكم فيهم هنا، بس مش هقع بلسان الحقيقة واقول لكم ايه هي الافكار دي لحد ما انفذها الاول، لان في البعض منهم صعب تنفيذه الصراحة. فلما انفذ فكرة من دول وتبقى فيديو موجود على ارض الواقع هتلاقيني بنزله، انما غير كده انا مش هقع بلساني واقول افكار تاني. المهم لو وصلت لحد هنا اظن انت عارف المفروض تعمل ايه، لايك، كومنت، سبسكرايب، فعل جرس الجرس، الكلام ده كله. ولو حابب تتابعني على المنصات التانية فهتلاقيني حاططهم لك هنا او هنا اي مكان يعني، بس مش هتستفاد حاجة، انا ما بنزلش اي حاجة هناك يعني. وانا بحب اعمل فيديوهات، بحب اتكلم اكتر فيديوهات اكتر ما انزل صور او بوستات او الكلام ده كله، فاحسن لك خليك معايا هنا، هتروح هناك مش هتلاقي حاجة. المهم اشوفك الفيديو الجاي، سلام.